يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاء وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاء وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانه السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطال والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدل الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله حكيم عذر بديع جميع والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بندم معتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بالسعة كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماع الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الهدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يهلك آدم من الطين اللازب وعرض فعره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وعجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرضه من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المهدار حي الهادي
نبينا طه المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب، أحمده على ما بنى من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المعاثر والمناكب، صلاة وسلاما دائما متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول ما نستفتح براد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، قال في حكيما لم يزل سميعا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على نور الذي عرج السماء، يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء، يا
صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ضراء ومن فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما ازدد بينطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك
صلوا على النبي محمد عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعظ إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum
Wa qala radhiyallahu an al haditsu tsani asyara utawi iki ku hadis kang kaping 12 nika nggih. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane dawuh min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i ku setengah saking baguse islami awa-awaan tarkuhu utawi oleh ninggal si al mar'i ninggal ma ing barang la ya'nihi kang ora patut apa si ma ing al mar'i. Min husni islamil mar'i ku setengah saking baguse islami awawaan tarkuhu utawi oleh ninggali si al mar'i ninggal ma ing barang la ya'nihi kang ora patut apa si ma ing al mar'i. Hadis kaping 12 haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis sekaping nomor 12 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam debu termasuk tanda-tandana kesempurnaan Islam seseorang, termasuk tanda-tanda atau bukti bagus atau jelek daripada Islamnya seseorang. Islam kulibi sambian nikah bagus cubaan tergentong tarkuhu ma la ya'ni. Mun kula ben panjenengan ningkel sesuatu saya tak pantas elakonen yijire ring Islam saya bagus. Bener tak oleh tak pantas. Ningkel sesuatu perkara saya tak pantas elakonen ben orang Islam nika termasuk tanda-tanda bagus agama Islam. Bener dari pakaian. So paling putih, paling islami belum tentu. Mun batik tak islami. Saya paling surban, paling kantel belum tentu. Mun kaulaban panjenengan bisa meninggalkan sesuatu saya tak patut untuk elakonen orang Islam bener kiai ngadula jengen saumpama kan tak pantas kiai ngadula jengen kiai juk tojuk pinggir rembong bener tak oleh tak pantas lha kejaba sampeyan tak ngurus masalah gentang dalam tengah embong tak apa keng mun ring setuah ngelakonin perkara saya tak patut elakonin padahal abana sepo bener yang Islam saya bagus nih Pak. Orang Islam saya bagus nih kah? Mon aban gelem ninggal perkara saya tak pantas. Lah tuas lebaran pande. Cek lah tua. Kisah status biasa aja. Sila tuas lebaran pande. Lebaran pande. Lalu kata le topkel to baju. Bener tak oleh tak pantas. Nah Pak Bayi bon saya tak pantas elakonen terus elakonen bi orang Islam berarti Islam Maria tak bagus tak sempurna gina. Bagus Islam kauleubeun panjenengan bisa etengeren mun kauleubeun panjenengan bisa ninggal bareng saya tak pantas. Termasuk dari omongan tak pantas karena omongan ini termasuk jumlah daripada amal. Omong coba omong saya tak pantas, tak layak untuk seorang ustadz, untuk seorang umat Islam, tak pantas. Loh, kalau ngomong, lah masih ngomong ini kan termasuk min jumlatil amal termasuk. Kan catat omongan gue sampean. Catat omongan gue panjenengan. Mon keluar solawat, catat solawat. Keluar Al-Qur'an, catat Al-Qur'an. Iya mon sampean nyatet, mon sampean kalau keluar haredang. Truk oleng iya raja terjedok lah cik bunyan truk ini gini bodoh salon aja mulai kan nek belajar joget lah sampai tua cile belajar dengan nikah
Mune pengen tak gelem, cek osom mangke. Mek talem osom apa sih pantas deh lah. Kurang tepat. Nah, orang saya memandang atau menilai bahwa omongan ini termasuk dari amal, pasti orang ini kesekone omong apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man adda kalamahu min amalih galla kalamuh illa fima ya'ni. Seran orang saya menghitung atau menganggap omongan nikah adalah amal daripada perbuatan, catat. Bagus cuban ocaan eja. Mon orang aroma sebahwa omongan nikah bi Gusti Allah catat pasti golla kalamu dabun Kanjeng Nabi. Pasti sekone omong nah. Ben orang gila tak bakal omong kecuali fima ya'nihi, kecuali omongan gila mengandung kenceran sepantas eka omong. Bener ribah, mon ribah wajib hukum menghindar. Bener namimah, mon namimah haram elakonen, tak pantas. Bener tak oleh, mon tak oleh, pun tak ada tabaran, pun harga mati je. Paten wis, ribah haram, apapun bentuk. Baik kelaban isyara, atau kelaban tolesan, ronero orang, apapun ribah sekiraan menjatuhkan orang lain, termasuk haram elakonen. Tak kelaban ngerasane tok ribah nikah. Kelaban etero, kelaban napa mungkin isyarah dia monggo akedep sekira orang luar tahu cek bahwa hari ghibah termasuk ghibah nikah mun ghibah ada tawaran wis haram bareng si tak pantas mun orang hari yang nganggep sadar betul bahwa omongan re catat galla kalamu illa fima ya'nihi maka orang itu pasti sekone omong kan kulit sampean benyakan omong itu bang amal lah bentan wis omong Bali kasan coba apa sih depak engkau tahu neng TV kaki ekonomi dolar aduh dolar sih kebentah pesen 2000 dolar masih tak omong dolar berapa kebe istighfar kebe sholawat kulit sampe tak imbangun pak saya keluar bunyian sia-sia lah padahal ini kayak catat bi Gusti Allah ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hadirin saya sangat badan kaulamul jaki. Nah resep dari Imam Ghazali kang kui orang sebanyak omong termasuk gula nih kah benyan bentan atau bang amal pada bi sambian keng saran sambian ngarabi gula. Resep dari Imam Ghazali montro orang gila tero ambu dari omong setak pantas. Dari mana Imam Ghazali? Ilaju tarki ma la ya'ni untuk mengobati supaya mampu meninggalkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan atau dikerjakan ayya'lama annal mauta baina yadeh. Kebala ada orang dia. Beun dia sekejap kiamat ya. Beun jek deki mon mate tepak akadariyah. Dek remek waku anan be. Kula tak ngocak sekak nikah haram, Pak. King tak pantes. Mikir cucut semalam, toman sampean mikir kuburan semalam kita. Terus mon kaki mon mate ekir mun cucut deh ya. Kula tak ngarana haram enten. Domino tak ngarana haram. King bila kuli sampean nikah kebedaan terus menikmati mainan talaub sing nikah sing tak menikmati bacaan Al-Qur'an tak main sekak saare bingung tak main domino saare bingung bila sebingung tak maca Qur'an saare apa terus kebedaan kuli ngak sampean ngak nikah oleh karena ngak dinto Ibnu Ghazali untuk mengobati kecanduan-kecanduan secuba menikah pertama paenga orang je bahwa abari bakal mati ya nomor 2 mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha kebala ada orang sebanyak omong je sekejap akiban kuakku apa sih kau omong beun je ya mas'ul indallah soon pertanggungan jawab sehuruf demi sehuruf sekalimah demi sekalimah ada ocaan saya tak catat Pak kabir lah Pak amal ku lebih sambian nih kah terserah sambian omongan apa terserah
Kencak lupa omong sampean catet. Asal awet teh aya sinenna terserah. Kin sampean ku bakal keton bakal kasta bagi dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang terus bisa ngocak ngak sampean? Berapa orang saya tak mampu ngocak terus ngocak fase ngak sampean nikah. Tapi tak beri kemampuan bi Gusti Allah. Ku sakonek hisapna. Beda orang saya tak ketinggal merepat dukala aja nah. Berapa orang saya terus ketinggal ngak mataku lebih sampean nikah. Puluhan juta bahkan ratusan juta untuk ketinggal. Tetapi ternyata kul manjenengan saya beri nikmat al-basar merepat nikah ternyata terbuang begitu saja. Sadari nikah nikmat, bisa omong nikah nikmat. Sekira akul manjenengan omong nikah sekira pantas untuk eka omong. Berapa orang terus sehat enggak sampean nih. Makin ning rumah sakit, sa gentang ruah, sa embusan, sengangkui oksigen semacam-macam terus sehat. Saya sehat. Benih kang kui tikir bahkan kebelopah bahkan kang kui maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam edabwaki tinang ulama inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuqafu 'alaiha al-'abdu fil akhirah khamsu waqafat yatulu biha hisabuhu wa hauluh. Setiap kalimah setak pantas iyo caaki kangkui seorang muslim orang se-Islam omong setak pantas iyo mau ngaki neka kuaku ning akhirat bi Gusti Allah beri lemak kalih ambuan khamsa waqafat mandek pole yatulu biha hisabuh wa hauluh tung situnga ambu neka tanya ki omong na boleh, tanya ki omong na boleh, tanya ki omong na boleh. Semakin banyak omong na, semakin abid ku hisab na ng akhirat. Mereka na sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semarana sa ito na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ni kan ngembet to ba. Tak kelem omong. Padahal sahabat Abu Bakar As-Siddiq tak mungkin apa esuan tak kira. Sahabat Abu Bakar Siddiq metuan Kanjeng Nabi tak mungkin sandra-sandra kira tapi ngembet to. Apa dapun beliau? Hadzal ladzi auradani ilal mawarid ya tang colok ria mun pas sampai omong bareng saya tak bener sing unta lagi nengkok ke dalam neraka. Orang ajih, orang hebat bisa menahan omongan. Mun kulit sampean masalah iya cor amonye baca kun karo ngembet to. Masalah iya cor je ke amonye. Yo colok tayongku aja. Ayo berubah. Jak terus keberadaan nyar-ngelanyar ngak nik Pak. Mosok saare omong, cecel catat omong sampean rek. Kula yakin banyakan lupa naga pangeran deh lah. Omongan ini termasuk barang saya tak patut ojo caki jadi tanda bagus Islam aku leban panjenengan. Semakin orang nikah tak banyak omong separlona sepatut tah eka omong nasihat anaan maengak ke bela tetangga bagus. Semakin banyak omongan pakai semakin abid hisapna dengan respon Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan dari lemak gila? Pertama, lima kulta kalimatan kada arapa kake ma omong kadaria akanat mimma ya'nik apakah saya ca akhir pantas kang kuibaan malaikat saya tanya ni ke bene bula aja apa sambian lima kulta arapa kake ma ngocak kadaria bade catat na kap omong sambian ni ka apakah patot yo ca akhir ban wa thaniha hal nafa'atka idza qultaha apakah manfaat kang kuibaan mun ban ngocak kadaria. Pertanyaan nomor 2. Wahal tadarrat kalau lam taqulha apakah madarrat keban apa bahaya nadabaan apa rugi nadabaan mun ban tak ngocak. Halla sakatta farabihat as-salamah min aqibatiha farabihta as-salamata min aqibatiha. Nomor 4. Mun seandainya beun nengeneng maka beun banyak betena kecuali omong beun dero begencereun. Senomor 5, halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faghanimta thawabaha. Bukankah lebih patut ocaan beandre kebai bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah faghanimta thawabaha bon akan mendapatkan memperoleh pahala yang sangat besar. 5 pertanyaan dia aja bapak apa ngak-ngaan gue lebih sampean ku Pak.
Mun kake ngocak apa manfaatah, mun tak ngocak apa madaratah, manfaat apa nje, pantas apa nje. Malaikat saya tanya, semakin banyak jadi semakin banyak pertanyaan. Nah, oleh karena itu, wis tina lah masih tak ngocak banyak ocak tina. Cek banyak ben tan lebih pesen setia. Rokon ares ngecer. Ngenom kopi saya cangker, kerupuk situng. Obu bojok keng ben tanah kaki. Dulu jerejepen saya omong. Bodoh bahasa Indonesia. Madura norok Madura. Ajaben norok ajaben. Jo orang apa? Masih tak omong dura apa ketel ngara. Tore pak, pon korangin omongan ni lah. Tekuk tasbih je lah. Untuk meminimalisir, walaupun kula bisa sampean tak bisa tak ngocak, tak bisa hindari tak ngocak, paminimal lah ceknya banyak ongkuis, malah tak lanceng aku pertanyaan. Walhamdulillah ya bakhtukum, pecah kaul manjenengan, malam mangken bisa solawat, bisa yasin, bisa tahlil, alhamdulillah, masya Allah, termuka titik ilmu si manfaat. Nikah hadith dari kanjeng Nabi, mau nikah terangaki dari hadith nikah lanceng, bereng sepatot lakonin tinggal bi kula panjenengan meninggalkan sesuatu yang tidak pantas itu adalah tanda baik buruknya Islam daripada seseorang. Montro bagus Islam hindarin sesuatu saya tak patut. Benih bareng saya tak oleh, saya tak pantas. Saya tak pantas. Le cecel be contoh Pak contoh. Kula datang dek majelis malam mangken. As lebaran pandek. Tengan-tengan obun ngabun bodoh seobuan roh ngadero nggak terengkiling roh kula yakin sampean enten kula tak ngocak haram enten kamu sok pantes mulai bila gus muhi mereka corona ya moro tak ada jan orang kan corona ya moro aube kok tak ada iya padahal tak enten karo selebaran babene toot akawasan ku tanget tok masuk dosa pas pengajian dina ngitro tawa sing ngelek ke burung, sing ngelek apa? Ada sing ngelek moro. Ulek moro ya, dadi moro dai moro jempol ke baba. Ara tak pantes. Hah? Tak pantes. Khusus sepo-sepo. Abri contoh saya sepatot lakone. Bener saya tak oleh, saya tak pantes ujek lakonin atau karan, apa boleh. Tak rukun setretanan, apa boleh. Lah po sepo lewat tua kek toro orang banyak. Ki ngelakonin bareng saya nggak nikah. Nanti moga kaul manjenengan titik Islam saya. Amin. Pareng kekuatan bisa ninggal bareng saya tak pantas. Amin. Allahumma amin. Min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk tanda-tanda bagus Islam orang menikah tergantung kama kaul manjenengan bisa ninggal lagi bareng saya tak pantas untuk lakone. Termoga titik ilmu semanfaat. Menek sekone edeng kula ki banyak acara boleh nyon seporo banyak termoga insyaallah ketambahan umur sebarokah sehat wal afiah Islam iman pan kekuatan zahir batin sehingga kaul panjenengan sita husnul khatimah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان ما نبلغ قضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تأمر من ثواب الساعة وفضلها اللهم ارحمنا من إذا سرنا من أصحاب القبور وفينا لعمل صالح بقاء سناه على ممر الدهور
اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة.